السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وليداتي طلبوا مني نصايب ليهم لي بات، فبغيت نوجدهم معكم بواحد الطريقه اللي خف نزربان سهله بزاف. انا حتى بديت كنصور. المهم اول حاجه حكيت مطيشه، 3 ديال المطيشات، حكيت بصيله صغيره، درت معاهم شويه ديال الملح، حليب، زار، الخرقوم، شويه ديال التحميره، ومعاهم شويه ديال الكفته. المهم على حساب اللي بغيتو نتوما، يا الكفته ولا اللي بغيتو ديروا. ودرت شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الزيت الروميه، وغادي نخليهم هكا يتشحروا. وبالنسبه لي بات، ها هي درتها، درت الماء فيه شويه ديال الملحه والزيت الروميه، غادي نخليها طيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. وبالنسبه لهاد لاصوص هادي، فغادي نزيد عليها الحبق، فغادي نديرها بالحبق، فكتجي زوينه بزاف وكتعطي فيها واحد الريحه واعره بزاف. ونسيت نقول لكم راه درت واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك باش كتعطينا ديك الختوريه وكتعطينا لاصوص زوينه بزاف. الفريخات ديالي راهما تيتغاوتوا كما كتسمعوا، راهما منوضين الصداع. غادي نبقاو نشحروا هاد لاصوص هادي بهاد الطريقه هادي، نخليوها حتى كتشحر مزيان بهذا الشكل هذا. شوفوا كما كتبان لكم راها كتجي زوينه بزاف. يعني هي راه حمراء، ما عرفتش كتبان ليا بهذا اللون هذا. المهم راها حمراء بمطيشه ديال الحك، وحتى مطيشه العاديه راها دابا طيبه. فصافي غادي نخليها طيب مزيان بهذا الشكل هذا. غادي نخرج نجيب من الحبق وغادي نرجع باش نكملوا الوصفه ديالنا. ومن هنا غادي ناخذوا الحفيقات، ها هما. واخا ما بقاوش عندي الصراحه بحال قبل، كان عندي داكشي كتير. دابا ملي سافرت ديك المره جيت لقيت كلشي مات، فناخذوا منهم شويه. ها هما كما نقولش لكم الريحه ديالهم كيفاش دايره، واعره بزاف. وها هو الحبق ديالنا، ها هو مورا ما غسلته غادي نقطعو ونديرو في لاصوص باش تعطي واحد الريحه زوينه ديال البيستو. راكم عارفين اصلا الحبق كيفاش كيجي البنه ديالو اصلا، خاصه مع لي بات ولاصوص اللي كتكون بالكفته، فكتجي زوينه بزاف. غادي نقطعو ونرجعو باش نكملوا الوصفه ديالنا. وهنايا انا قطعت هذوك الوريقات ديال الحبق. ما نقولش لكم واحد الريحه البنات راها كتشهي، واعره بزاف صراحه. هاد لاصوص هادي صراحه راه خفه نزربان كما قلت لكم، ولكن راه كتجي خطيره، زعما شي حاجه اللي واو صراحه. انا كنعتمدها بزاف مع لي بات، يعني لا اللي كيداروا في الفران هكا مع لي صوص بيشاميل اولا هكا. هاد لي بات هادي العاديه يعني الطويله كنقصوا عليها. هذا هو السر ديال لاصوص باش تجيكم خاطره. فما ما تزيدوش البوطه، ما تزيدوش العافيه، فخليو البوطه تكون ناقصه بزاف، وخليو هذيك لاصوص ديالنا تطلق وتعطي هذيك التعليكه ديال المطيشه، وهذيك الكفته حتى هي كتطلق البنه ديالها. هذه سر من الاسرار ديال لي بات ديال الطاليان. انا متبعه واحد الشيف طالياني وهذا هو السر ديالهم هما في لاصوص باش كتجيهم لذيذه بزاف. هو انهم هما كيقول لك بلي مطيشه، هنايا كنقولوا بلي مطيشه بالزربه كطيب، اما هما لا، هما كيقول لك من اكثر الحوايج اللي كيحتاجوا العافيه هي مطيشه، هي لاصوص ديال المطيشه، فكينقصوا عليها وكيخليوها طيب. هما بالنسبه لهم تيطيبوا مطيشه وداكشي شي مرات كتوصل لمده ديال ساعتين وهي مطيشه ناقصين عليها، يعني بلا مهل بحال كطيبي في العسل، وكيخليوها كطيب على خاطرها حتى كتوجد. المهم غادي نقص عليها وغنخليها حتى كتطلق هذيك. شوفوا تبارك الله كيفاش دايره، هانتو راها الصراحه مع الحبق مع الزيت البلديه ما نقولش لكم صراحه كتشهي ديال بصح، والريحه ديالها واعره بزاف. لي بات حتى هما قربوا يتسالي عليهم 10 ديال الدقائق وصافي البنات. هادشي اللي كاين. هذه الوصفه ديالنا راه خفه نزربان والبدنه واللذه ما نقولش لكم عليها. يلا خليكم معايا باش نشوفوا النتيجه النهائيه في الاخر.
والبنات بالنسبه ملي كتبان لكم هكا نشفات فكناخذوا شويه ديال الماء من هذيك لاصوص اللي كنطيبوا بها بهذا الشكل هذا. كنجيبوه من هنايا من الكاميله اولا الطنجره اللي كنطيبوا فيها لي بات. هذاك الماء هو اللي كنديروه باش كيعطينا واحد الختوريه زايده، فما نزيدوش الماء من الروبيني، فكتكون فيه حتى هو واحد البنه زوينه. شوفوا يعني ملي كديريه ما كيبدلش ليك لاصوص، بالعكس كيعطيها واحد الختوريه زايده اكثر واكثر. هادشي اللي كاين البنات. شوفوا كيفاش كتجي هانتوما، شهوه منها الصراحه وكتعجب الوليدات بزاف. والبنه يا سلام يا سلام، كتجي زوينه بزاف. جربوها البنات بالطريقه هذه، يعني بالزربه، يعني ما كاملاش حتى واحد 10 ديال الدقائق كتكون واجده. وهنايا البنات داز تقريبا واحد 8 ديال الدقائق، فغادي ناخذ شويه ديال هاد لاصوص هذه غادي نقصها بهذا الشكل هذا باش نديرها الفوق. وهنايا بالنسبه لي بات راه ما كملتش ليهم 10 ديال الدقائق، فغادي ندير لهم واحد الدقيقه هنايا باش هكا تشرب فيهم هذيك مزيان، تشرب فيهم لاصوص مزيان كيجيو بنان بالطريقه هذه. هنايا البنات مورا ما صفيت لي بات ديالي ها هما، غادي ندير لهم واحد دقيقه في هاد المقله هذه مع لاصوص، فكنخليوها حتى كتشرب مزيان. ومن الاحسن انكم يعني لي بات ما تفوتوهمش 10 ديال الدقائق باش هكا كيبقى الشكل ديالهم زوين. شوفوا كيفاش كتجي الشكل ديالها زوين. هاد الطريقه البنات نخليوها واحد دقيقه. راه البوطه شاعله ولكن ناقصه عليها بزاف، فكنخليها تشرب فيها مزيان وكتاخد ديك البنه ديال الحبق، فكتجي لذيذه، كتجي واحد اللذه فيها ما نقولش لكم البنات، واعره واعره واعره، واحد الريحه ما شهيتكم البنات صراحه، لذيذه بزاف. ولادي راهم من قبيله هما تيتسناو. صافي البنات بهذا الشكل هذا انا غادي نوجدها نحطها في الطبق ونرجعوا نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. ما نقولش لكم واحد الريحه كي دايره زوينه بزاف. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا هنايا مورا ما حطيت الطبق، ما نقولش لكم الريحه ديالها، فكناخذوا هاد لاصوص هذه وغادي نديروها هنايا، نديروها هنايا الوسط باش هكا كتزيد. مازال اصلا غير ديك لاصوص اللي درنا لداخل راها كتجي واعره واعره بزاف. اللي نديرو وريقات ديال الحبق بهذا الشكل هذا، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا البنات. فراه كتجي شي حاجه واعره بزاف. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. جربوها، انا درتها معكم يعني كما قلت لكم يعني خفا زربا، يعني كنت غير كنصايب فيها الوليدات وقلت علاش لا ما نشاركاش مع خواتاتي حتى هما كيستافدوا منها. كنا عندنا وليداتنا وكنا كيعجبوهم هاد الوصفات هادو. بالنسبه اللي بغات هكا الفرماج احمر فتحكم الفوق، كاين انا ولادي ما تياكلوش ليا الفرماج احمر، فهادشي علاش غادي نخليها غير هكا. وما نقولش لكم الريحه ديال الحبق شهوه منها. فهادشي اللي كاين. خليتكم على خير، الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.